السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت من شوية مباراة النادي الأهلي ضد مولودي صن داونز في مباراة الإياب على استاد القاهرة. خلصت بالتعادل 1-1 لكل فريق. النادي الأهلي لعب بنفس الطريقة اللي لعبنا بيها في بروتوريا بطريقة 5-3-2، ومعرفش ليه. أنت لو سألتني أنا كأحمد لعبنا ليه بطريقة 5-3-2 معرفش سبب واحد بس يخلينا نلعب كده، مفيش. لعبنا بطريقة 3-5-2 أو 5-3-2 زي ما كنا بنطبقها في الملعب. 45 دقيقة الشوط الأول طبقناها بشكل كويس، لعبنا بشكل حلو أو شبه حلو، عملنا خطورة، كنا بنروح نيجي. أي نعم هم كان الاستحواذ كله ماسكينه وضاغطين هم اللي علينا طول الماتش، لكن كنا بنروح بهجمات. شوط أول الدقيقة 28 كرة مرتدة باص من إمام عاشور لطاهر محمد طاهر، هوبا النادي الأهلي الهدف الأول. غير كده إحنا الشوط الأول كله مفيش. العب الشوط الثاني تلعب تنزل لعيبه بقى تمسك كوره، مفيش. لا انت لحد الدقيقه 80 لحد الدقيقه 80 واكتر ما عملتش غير تبديله واحده بس، والتبديله اللي احنا عملناها اضطراري، هي اصابه جرادي شار ونزول وسام ابو علي. فليه انا ليه البقاء على المدرب في حد ذاته لحد دلوقتي كارثه، بجد كارثه. جينا قبل الماتش دعمنا وبثقه وبنثق فيك ومش بنثق فيك. طب يا باشا وثقنا فيك وبعدين انت قبل ما تيجي، انت كمدرب قبل ما تيجي القاره سالت انت هتدرب مين؟ انت عارف احنا ايه وضعنا في القاره؟ احنا مسيطرين على القاره كلها على مدار من 2002، من بعد 2002 كل البطولات دي بتاعتنا. احنا جينا قبل الماتش نزلنا بيان طويل عريض احنا بندعم المدرب وكلنا في ظهر المدرب وكلنا مش عارف ايه، واحنا كجمهور بقى وكلنا في ظهر المدرب يا باشا. طب وبعدين بدافع 180 دقيقة ليه؟ أنا كأهلي بدافع 180 دقيقة ليه؟ والسبب لمين بقى؟ في إيه؟ مفيش أي سبب يخليني أدافع قصاد أي فريق في الدنيا 180 دقيقة ليه؟ الشوط اللي هناك أو المباراة اللي هناك لعبت بطريقة 5-3-2 حقك وكلنا أشدنا بالطريقة وبرافو وحلو. وهنا يا سيدي العب بطريقة 5-3-2 مش هنعترض، تمام، مش هنقول حاجه، بس طبقها بشكل صح. حفظ اللعيبه على الاقل جمله تكتيكيه يلعبوا عليها، حفظ اللعيبه جمله تكتيكيه يلعبوا عليها بحيث ان في الكره المرتده يعرفوا يسجلوا. انا سجلت جون في الشوط الاول، الشوط الثاني بقى انا فين؟ معرفش. انا كل اللي بعمله بشتت بس. ويوم ما قررت ابدل سحبت اهم لعيب بيقدر يقف على الكوره عندي ويسحب الفرقه حتى لو هو تعبان. امام عاشور برجل واحده بس احسن من اي واحد في الملعب، برجل واحده احسن من اي واحد في الملعب. الوحيد اللي كان بيقف على الكوره، الوحيد اللي كان بيقف على الكوره هو الوحيد امام اللي كان بيقف على الكوره. جينا في الدقيقه 80 ايه؟ انا لحد الدقيقه 80 ما كنتش عملت اي تبديله. ازاي؟ انا ما اعرفش. تعالى بقى على الجهاز الفني، الجهاز المعاون المصري يا باشا. اللي معاه هناك مثلا الاجانب اللي معاه نقول حقهم مش هيتدخلوا في التشكيل، لا المدرب المساعد ولا اي حد فيهم. طب المدرب العام بتاعنا، المدرب المساعد كراجل مصري، كلنا اشهدنا برضو الماتش اللي فات بكابتن سامي قمصان وهو اللي اتدخل فوق الاداره، اتدخلت مع كولر وقالت له لازم تسمع الجهاز الفني ومش عارف ايه. مستحيل الجهاز الفني المصري يجي هنا وسط 80,000 متفرج يجي يقول للمدرب لا العب بطريقه 5-3-2 او انك انت تدافع طول ال 90 دقيقه او الشوط الثاني حتى. يا سيدي ما تنزل لعيبه بتقف على الكوره، خايف انك انت تتخبط بهدف مثلا وبتحافظ على الجون، ماشي انا معاك. طب ما كنت من بدايه الشوط الثاني بكل سهوله نزلت اكرم مثلا ونزلت معاه قفشه عشان يقف على الكوره ويستحوذ على الكوره ويضيع وقت معانا ويلعب يشد الكوره لقدام. لما تكون الكوره في رجله يعرف يعمل لك باص تقدر تلعب على المرتده وهو معاه امام. انما انت كبدني احمد رضا مقعده للدقيقه 80 ليه؟ او الدقيقه 90 ليه؟ مروان ليه؟ ياسر ابراهيم مفيش خطا في الشوط الثاني ممكن يعمله ناشئ مش لاعب عنده 34 سنه ما عملهوش. ضربه جزاء كان هيلبسها لنا، كره جون هدف في ذاته في نفسه، لخبطه هوبا جون في الدقيقه 90 ليه؟ عايز تغير. وحتى لما جاء تسجل فينا الجون
عايز تغير تعالى بكل بساطه، ما تسحب ياسر ابراهيم يا عم، اسحب ياسر ابراهيم يا عم والعب باربعه بس ورا، ونزل حد نص ملعب بقى يسحب قدام، نزل وينج، نزل وسام ابو علي مع جراديشار. ليه بدلت جراديشار اصلا؟ حط الراجل مصاب، خلي طاهر مهاجم تاني مع وسام، ونزل لي الشحات وبن شرقي. ما انا كده كده خسران، ما انا لازم اسجل جون لا اما هطلع بره البطوله. لكن انا بقى متعادل 1-1 والدقيقه 90 باقي 7 دقائق وقت محتسب بدل ضايع، بعمل ايه؟ يوم ما قررت ان انا اغير رحت بقى عامل ايه؟ رحت ساحب احمد رضا ومنزل مكانه اكرم توفيق. ليه؟ يا عم ده انا كمشجع اقسم بالله تاني قاعد الشوط الثاني كله عامل كده وعامل كده على كل كوره ليهم وكل هجمه ليهم، انا حاطط ايدي على دماغي. ليه؟ ضيعت مجهود كل 80,000 يا جدع، 80,000 مشجع تكفرهم وتطلع ميتين اهلهم وتخليهم يشدوا في شعرهم. 80,000 مشجع وسط جمهورك وعلى ارضك. انا فاكر في 2019 يوم لبسنا خمسه على ارضهم، ورجعنا هنا لعبنا بروح قتاليه وحلو وضيعنا هجمات سجلنا جون واحد بس. كل الجمهور بعد المباراه سقف لهم، سقف للعيبه. ليه؟ عشان انت لعبت باداء، لعبت بروح. طول ال 90 دقيقه انا كنت حاشرهم، وكانت الفرقه دي ما تجيش حته قد كده في فرقه 2019. فانا 180 دقيقه شوط اول هناك وشوط ثاني هنا، او مباراه هناك ومباراه هنا بدافع. بجد انا كمشجع انا مخنوق ومتضايق، ومفيش مفيش اي حاجه هترضيني. حتى لو مشى، حتى لو رحل، انا استفدت ايه؟ ما موسم صفري. الموسم اللي فات يا باشا بطوله الكاس انسحب عشان الباشا عايز ياخد اجازه ويقدر ياخد اجازه وعشان يحضر لكاس العالم للانديه ومش عارف ايه. طب يا باشا ننسحب. طب كاس الرابطه الموسم اللي قبل اللي فات ده بطوله مش مهمه، يلا ننسحب. طب يا باشا انا مش عارف ايه، يلا كاس السوبر ده احنا مش هنلعبه، يلا ما نلعبهوش. مع اي مدرب زفت الطين على دماغك بيجي بيلعب كل البطولات، خسر كسب. انما ايه بقى، انا عايز اخد اجازه وعايز دي البطوله دي مش مهمه والبطوله دي مهمه ومش عارف ايه، وفي النهايه طلعت بموسم صفر اهو. حتى الزفت الطين الدوري اللي انا بضمنه في جيبي، حتى الدوري تعادلات في تعادلات، تعادل في تعادل، هوبا عملت ايه؟ الفرق ما بيني وما بين بيراميدز 4 نقط، وهخسر الدوري، مش هفوز. مفيش اي سبب واضح. تعالى هنا بقى، انا نسيت سامي قمصان. انا عايز اعرف من اول ما مسك ليه 2.5 اقسم بالله ده موظف، اقسم بالله ده ما مدرب ولا استحاله يكون لعب في النادي الاهلي كواحد منتمي للنادي الاهلي او بيحب النادي الاهلي. هو بس عشان بيحب اللعيبه او بيعامل اللعيبه بقى بطريقه كيوت ونضحك في التدريب ومصاحبهم ومش عارف ايه، فهو كده محبوب وسطيهم وخلاص. ده تمام، انا زي الفل. بس انت ايه تدخلك؟ مفيش. هو المدرب يا باشا يلعب، اوكي ماشي، ده حلو، ده وحش. يعني انا باي منطق يخليني كمدرب مصري العب وسط جمهوري وعلى ارضي واستاد القاهره وقدام 80,000 متفرج، والاداره كلها بتدعمني وقاعده وسطي وكل التدريبات حضرتها والتسهيلات والساعه الكامله لوزاره الداخليه اللي ما حصلتش من شهور فاتت، كل ده اضيعه عشان انا كمدرب مش قادر ان انا اتدخل في التشكيل. طب ليه؟ حتى يا سيدي حتى لما جيت تبدل، انت مستحيل كمدرب عام مصري تبقى فاهم اللعيبه تقول له مثلا اسحب امام عاشور ونزل بكايو بن شرقي. مفيش كده، مفيش حاجه اسمها اخرج اهم لاعب عندي بيسحب الكوره ويسحب اللعيبه ويقدر يقف على الكوره. مفيش كده، مفيش حد بيعمل كده اصلا. مفيش حد يقول لي احمد رضا بدني، احمد رضا عمل شوط اول حلو قوي بس البدني بتاعه الشوط الثاني صفر اكمل بيه لحد الدقيقه 90 اعمل بيه تبديله. في حد يكون عنده وسام ابو علي كمهاجم وانا خسران، او حتى انا خسران من دقيقه كام؟ دقيقه 90. في حد ينزل مهاجم بامكانيات وسام في الدقيقه 80 عشان اصابه كمان اضطراري؟ ده هو ايه ده؟ المدرب اقسم بالله لو شارب ميه مخلل على اول الصبح وجه طفحها في الماتش مش هيكون بالدماغ دي. الجهاز كله، مش المدرب بس، المدرب بالاجهزه بتاعته بالمعاونين بكله. انا حتى قرار رحيله مش هيهديني انا كمشجع او يخليني كده ان انا مبسوط.
لا، ما انا استفدت، ما انا خسرت كل حاجه. انا بجد، كمشجع السنه دي خسرت كل حاجه. الكاس انا كنت منسحب منه، انا معاقب ومنسحب منه. الدوري فرق 4 نقط. بطوله افريقيا اللي هي كانت الامل الوحيد لينا ان احنا نكسبها خسرتها. كاس الرابطه انا خسرته ولعبت بالناشئين عشان احضر لاهم بطوله دي، وانا لو خرجت من البطوله اهو انا استفدت ايه؟ انا ما كسبتش اي حاجه، انا خسرت بس. فربنا انت يعني مش عارف اقول ايه، مش عارف اقول ايه.